اهلا بيكم سنه اولى اعدادي. يلا بينا نبدا مراجعه مع بعض. هنراجع الاول على الدرس الاول من الوحده الثانيه. تعالوا نبدا يلا بسؤال اكمل. اول سؤال عندي بيقول بيشمل العصر العتيق الاسرتين. فاكرين كانوا ايه وايه؟ كانت الاسره الاولى والاسره الثانيه. طيب رقم 2 عندي بيقول يعد العصر هو العصر التاسيس والبناء عند المصريين القدماء. كان اسمه عصر ايه؟ العصر العتيق هو عصر التاسيس والبناء عند المصريين القدماء. طيب رقم 3 سمي عصر الدولة القديمة بعصر، كان عصر ايه بقى؟ بناة الأهرام. سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام. طيب رقم 4 بيبدأ عصر، كانت الأسرة ايه بقى سنة أولى إعدادي؟ كانت الأسرة الثالثة. طيب رقم 5 يعد أول بناء حجري ضخم في التاريخ. كان طبعا الهرم المدرج، ده كان أول بناء حجري ضخم في التاريخ. طيب رقم 6 عندي أمر الملك بنحت تمثال أبو الهول. فاكرينه؟ ده برضو هو اللي كان باني الهرم الأوسط، الملك خفرع. يبقى الملك خفرع هو اللي أمر بنحت تمثال أبو الهول، وهو صاحب الهرم الأوسط. طيب رقم 7 استطاع المصري القديم استخدام أصلب أنواع الحجر في نحت التماثيل، مثل حجر كان اسمه إيه؟ مين فيكو فاكر كان اسم الحجر ده؟ اللي هو كان صلب جدا وصعب يتنحت عليه أي حاجة، لكن هما نحتوا عليه تمثال، كان اسمه حجر الديوريت. طيب رقم 8 بيعد الملك إيه؟ كان هو مؤسس الأسرة الخمسة، كان اسمه الملك أوسركاف. يبقى الملك أوسركاف كان مؤسس الأسرة الخمسة. طيب رقم 9 عندي ظهرت متون الأهرام في عهد الملك أوناس. فاكرين؟ يبقى متون الأهرام ظهرت في عهد الملك أوناس. طيب رقم 10 انتشرت الفوضى في نهاية عصر الدولة القديمة، خاصة كان في عهد الملك اسمه ايه؟ فاكرين يا أولى إعدادي؟ كان اسمه الملك بيبي الثاني. يبقى احنا عشان نكون فاكرين انتشرت الفوضى كان في عهد الملك مين؟ الملك بيبي الثاني. طيب سؤال رقم 11 نجحت الأسرة في إعادة توحيد البلاد مرة أخرى. كان بعد عصر الإضمحلال الأول، كانت أنهي أسرة اللي أعادت تاني توحيد البلاد مرة أخرى؟ كانت الأسرة ال11 هي اللي رجعت قوية تاني وأعادت كل القوة للدولة تاني. طيب السؤال التاني عندي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 بيقول إيه؟ كانت مقبرة الملك نعرمر كانت عبارة عن إيه؟ هل هرم مدرج ولا 6 مصاطب ولا هرم كامل ولا مصطبة واحدة؟ لا، الملك نعرمر كانت المقبرة بتاعته عبارة عن مصطبة واحدة. طيب رقم 2 تأسست مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد على يد الملك مين؟ حد فيكم فاكر؟ كانت تكون عاصمة للبلاد على يد الملك نعرمر. طيب رقم 3 تأسست الأسرة الثالثة على يد الملك مين؟ سنفرو ولا زوسر ولا نعرمر ولا أوسر كاف؟ كان على يد الملك زوسر. يبقى الأسرة رقم 3 دي الأسرة اللي أسسها الملك زوسر. طيب 4 أول ملوك مصر في عصر بناة الأهرام هو الملك مين؟ كان خفرع ولا زوسر ولا أوسر كاف ولا أوناس؟ لا طبعا دي عارفينها، كان الملك زوسر. طيب رقم 5 أقام الملك زوسر هرمه المدرج فين؟ المكان اللي محطوط فيه الهرم ده كان في سقارة، وسقارة دي اللي موجودة في الجيزة. طيب رقم 6 عندي بيرجع الفضل في بناء إلى الوزير إمحتب. إمحتب ده كان ساعد الملك زوسر، كان في بناء إيه؟ كان في بناء الهرم المدرج، يبقى الهرم المدرج. طيب رقم 7 عندي أي من ملوك الدولة القديمة أطلق عليه الملك المحسن المحبوب. ملك مين ده اللي قالوا عليه الملك المحسن المحبوب؟ كان الملك سنفرو. طيب رقم 8 أولى إعدادي أرسل الملك سنفرو أسطولا لجلب خشب الأرز من بلاد إيه؟ كانت بلاد فينيقيا. طيب رقم 9 اهتم المصريون القدماء ببناء الأهرامات بداية من الأسرة الكام؟ بدأوا يبنوا الأهرامات الكتير قوي دي بداية من الأسرة الثالثة. أول أسرة بدأت تهتم ببناء الأهرامات. طيب رقم 10
بلغ بناء المقابر الملكية قمة تطورها في عصر الدولة القديمة على يد الملك مين؟ على يد الملك خوفو. فاكرين لما خوفو بنى أكبر هرم ودي كانت تعتبر المقبرة بتاعته، وساعتها اعتبروه حدث رهيب جدا وتطور كبير جدا في العمران. طيب السؤال رقم 11، صاحب الهرم الأوسط ووصل فن النحت في عصره كمان إلى قمته. أول ما نلاقي إن وصل فن النحت في عصره إلى قمته على طول نختار الملك خفرع. حد فيكم هيقول لي اشمعنى؟ هقول لكم فاكرين لما أمر بنحت تمثال أبو الهول اللي كان جسم أسد ووش إنسان؟ طيب رقم 12 عندي، ازدادت نفوذ كهنة الإله إيه في نهاية الأسرة الرابعة الفرعونية؟ فاكرين؟ أنا بقى فاكرة كويس جدا السؤال ده. زادت نفوذ كهنة الإله رع في نهاية الأسرة الرابعة الفرعونية، وساعتها بدأ يمسك الحكم لما زادت نفوذهم جدا. طيب رقم 13 عندي، سيطر رجال الدين بشكل كامل على مقاليد الحكم خلال عصر الدولة القديمة في عهد الأسرة. كان في عهد الأسرة الإيه بقى؟ في عهد الأسرة الخامسة. طيب رقم 14، بنيت معابد الشمس المكشوفة في أبي صير في عهد الأسرة الكام؟ ساعتها قلنا الأسرة الخامسة، يبقى اتبنت معابد الشمس المكشوفة في أبي صير كان في عهد الأسرة الخامسة. طيب رقم 15، آخر ملوك الأسرة الخامسة وأول من كتب نصوص الأهرام كان الملك مين؟ الملك أوناس. أول ما نلاقي نصوص الأهرام افتكروا على طول الملك أوناس. طيب 16، تدهورت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كان في نهاية عصر الأسرة رقم كام؟ الأسرة الستة. يبقى عشان نبقى فاكرين كويس جدا يا أولى إعدادي، بدأ يحصل تدهور في أحوال مصر كلها اقتصادية اجتماعية سياسية كان في نهاية عصر الأسرة الستة. طيب رقم 17، انتهى عصر بناة الأهرام بسقوط الأسرة رقم كام؟ بسقوط الأسرة الستة، كانت آخر أسرة في عصر بناة الأهرام. طيب 18، انتشرت الآلات الموسيقية المصرية القديمة في إفريقيا. كان فين بالظبط في إفريقيا؟ كان شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب؟ كان في غرب إفريقيا. يبقى الآلات الموسيقية انتشرت عندي في غرب إفريقيا. طيب رقم 19، عندي تشييد ملوك العصر العتيق للحصون بيدل على اهتمامهم بالجانب الايه؟ طبعا بالجانب العسكري. طالما بنعمل حصون وبنأمن الدولة يبقى على طول اهتمام بالجانب العسكري. طيب 20، سؤال رقم 20، بيستدل من المسمى الذي أطلق على عصر الدولة القديمة أن هذا العصر يتميز بإيه؟ بالازدهار المعماري ولا النشاط العسكري ولا التطور الديني ولا الازدهار التجاري؟ طبعا بالازدهار المعماري. طيب ايه الدليل؟ فاكرين طبعا المقابر، مش هنتكلم عنها بس احنا نكون فاكرينها. يبقى الازدهار المعماري. طيب 21 عندي، اتسمت المقابر في عصر الدولة القديمة بسمة ايه؟ التواصل ولا التطور ولا التدني ولا الانعزال؟ لا، اتسمت المقابر في عصر الدولة القديمة بسمة التطور، كان فيها تطور كبير جدا. طبعا قلنا من حفرة لحجرة، بعد كده بقت مصطبة، بعد كده بقت عدة مصاطب، بعد كده بقت هرم كبير زي هرم الملك خوفو. يبقى حصل تطور. طيب رقم 22، أول مقبرة ملكية على شكل هرم كامل كانت لمين؟ مؤسس الأسرة الأولى ولا مؤسس الأسرة الثالثة ولا تاني ملوك الأسرة الرابعة؟ مش هنكمل خلاص، هي تاني ملوك الأسرة الرابعة. تاني ملوك الأسرة الرابعة. طيب حد فيكم هيقول لي هو مين؟ طيب هو تاني ملوك الأسرة الرابعة؟ أقول لكم الملك خوفو. إزاي مش فاكرينه؟ الملك خوفو هو تاني ملوك الأسرة الرابعة. ممكن يجي لي اسمه، يجي اسم الملك خوفو، وممكن يجي يقول لي تاني ملوك الأسرة الرابعة. احنا هنختارها تاني ملوك الأسرة الرابعة. طيب 23 عندي بيقول تشابه العصر العتيق مع عصر الدولة القديمة في ايه بقى؟ تعالوا كده نبص على الاختيارات مع بعض. بيقول انتشار متون الأهرام لا. طيب شكل المقابر برضو لا. طيب الاضطرابات الداخلية خالص لا، ملهاش علاقة. طيب الاهتمام بالتجارة، أقول لك طبعا هنا كان فيه اهتمام بالتجارة وهنا برضو كان فيه اهتمام بالتجارة. يبقى في أسئلة كده محتاج إن الواحد يقف عندها شوية ويبص ويركز. طيب السؤال الثالث عندي سؤال صح وغلط.
رقم واحد فيه بيقول قام الملك نعرمر اللي هو مينا بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب، طبعا صح، سهلة دي. طيب رقم اتنين بيشمل العصر العتيق الأسرتين التانية والتالتة، غلط، العصر العتيق بيشمل الأولى والتانية. طيب رقم تلاتة بيعد عصر الدولة القديمة هو عصر البناء والتأسيس، لا غلط. طيب غلط ليه؟ هقول لك لأن عصر الدولة القديمة هو عصر بناة الأهرام مش عصر البناء والتأسيس. أمال إيه هو عصر البناء والتأسيس؟ هقول لك العصر العتيق، يبقى هنعمل غلط. طيب رقم أربعة بيعد الملك خوفو صاحب الهرم المدرج بسقارة، لا غلط، الملك خوفو ده صاحب الهرم الأكبر، أما الهرم اللي موجود في سقارة اللي هو الهرم المدرج ده بتاع الملك زوسر. طيب سؤال رقم خمسة بيعد الملك زوسر مؤسس الأسرة الرابعة، هقول له لا غلط، مؤسس الأسرة الرابعة هو الملك سنفرو، أما زوسر كان هو مؤسس الأسرة الثالثة، يبقى ناخد بالنا زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، أما الأسرة الرابعة مؤسسة هو الملك سنفرو. طيب رقم ستة بيعتبر الهرم الأكبر أول بناء حجري ضخم في التاريخ، غلط، كان الهرم المدرج اللي في سقارة. طيب رقم سبعة ازدهرت مصر في عهد الملك سنفرو اجتماعيا وتجاريا وفنيا وعمرانيا، هنقول صح. طيب صح ليه؟ هقول لك ده كمان من كتر ما هو كان محبوب جدا الملك سنفرو الناس لقبته بالملك المحسن المحبوب. طيب رقم 8 أرسل الملك سنفرو 40 سفينة إلى بلاد النوبة، هنقول هنا غلط. طيب غلط ليه؟ هقول لكم لأن هو فعلا أرسل 40 سفينة لكن مش لبلاد النوبة، كانت رايحة إلى فينيقيا. طيب فاكرين ليه بالظبط؟ أقول لكم علشان يجيب خشب الأرض من هناك. طيب سؤال رقم 9 ازدهرت التجارة الخارجية لمصر في عهد الملك خوفو، طبعا صح، ده كان العهد بتاعه مليان إنجازات زي بالظبط أبوه. طيب رقم 10 عندي نعمت مصر بالاستقرار منذ عصر الأسرة الثالثة حتى الأسرة السادسة، هقول لكم الفترة دي كلها كانت مستقرة تماما وناجحة تماما وكلها عصر قوة، يبقى صح. طيب رقم 11 عندي تمثل المرحلة الأكثر تطورا للمقابر خلال عصر الدولة القديمة في بناء الهرم المدرج، هقول لكم لا غلط، ما كانش في بناء الهرم المدرج، كان في بناء الهرم الأكبر اللي هو الهرم بتاع الملك خوفو. طيب السؤال رقم 12 بيعد الملك بيبي الثاني أول من كتب نصوص الأهرام، هقول لكم غلط. طيب انا قلت لكم قبل كده اول ما تشوفوا نصوص الاهرام على طول تفتكروا الملك اوناس، يبقى الملك اوناس اول من كتب نصوص الاهرام. طيب رقم 13 تعد نصوص الاهرام من الادب الديني، هنقول صح. طيب رقم 14 عندي بيقول خلا هرم زوسر، يعني ما كانش مكتوب على الهرم بتاع الملك زوسر المدرج من وجود متون الأهرام على جدرانه. تاني كده، يعني الملك زوسر لما بنى الهرم المدرج بتاعه ما كانش مكتوب عليه على جدرانه متون الأهرام، هنقول صح، ما كانش موجود. طيب احنا عرفنا ازاي ولا منين؟ لكم لأن الملك زوسر كان مؤسس الأسرة الكام؟ التالتة. طيب هو مؤسس الأسرة الثالثة. طيب الملك أوناس هو أول واحد كتب متون أهرام، طيب ده كان من أنهي أسرة؟ هقول لكم ده كان في الأسرة الخامسة، يعني جه بعد زوسر، يعني كان في الأسرة الخامسة، يبقى كل اللي جه بعد الأسرة الخامسة كتب على الجدران المقابر بتاعتهم متون الأهرام، إنما قبل كده ما كانتش معروفة ولا حد كان بيكتبها، يبقى هنقول ما كانش موجود فعلا على جدران الهرم المدرج بتاع الملك زوسر، ما كانش موجود عليه متون أهرام. طيب رقم 15 بيعرف تمثال النبيل اللي هو كعبر حاليا بتمثال شيخ البلد، هقول لكم طبعا صح، فاكرينها دي كويس جدا. طيب رقم 16 تم تشييد معابد الشمس المكشوفة أثناء حكم الأسرة الخامسة، صح برضو. طيب 17 بيعد نحت تمثال أبو الهول بجسم أسد دليل على الحكمة، هنكتب هنا غلط بس هنقف لازم نعرف غلط ليه، هقول لكم لأن جسم أسد يعني بيدل على القوة مش الحكمة. طيب رقم 18 عندي بدأ عصر الدولة الوسطى بظهور الأسرة ال11، طبعا صح. طيب رقم 19 أخذ ملوك وأمراء الكونغو في إفريقيا عن المصريين القدماء تحنيط جثثهم،
برضو صح، هم قلدونا في الحتة دي. طيب احنا كده خلصنا أسئلة صح وغلط سنة أولى إعدادي. تعالوا نبدأ في السؤال الرابع، سؤال من أكون. رقم 1 فيه بيقول قمت بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب وعصري، هو عصر بداية الأسرات، يعني العصر بتاعه كان هو عصر بداية الأسرات. ده كان مين؟ الملك نعرمر، اللي هو بنقول عليه الملك مينا. يبقى اللي قام بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب هو الملك نعرمر. طيب 2، أنا مؤسس الأسرة الثالثة الفرعونية، خدنا كتير جدا في الأسئلة اللي قبل دي، الملك زوسر، سهلة. طيب رقم 3، أنا صاحب أول بناء حجري ضخم في التاريخ، هو الملك زوسر. طب إيه هو البناء الحجري الضخم ده؟ اللي هو الهرم المدرج اللي موجود في سقارة. طيب رقم 4، أشرفت على تشييد هرم الملك زوسر بسقارة. مين اللي أشرف على بناء الهرم؟ الوزير بتاعه إمحتب. يبقى اللي أشرف على بناء الهرم بتاع الملك زوسر اللي في سقارة اللي هو الهرم المدرج الوزير إمحتب. طيب رقم 5 عندي، أنا صاحب الهرم الأكبر وتاني ملوك الأسرة الرابعة، ده الملك مين؟ الملك خوفو. طيب رقم 6، أمرت بنحت تمثال بيظهر بجسم أسد ورأس إنسان، الملك خفرع، وهو برضو اللي باني الهرم الأوسط. طيب رقم 7، أنا مؤسس الأسرة الخمسة، مؤسس الأسرة الخمسة هو الملك أوسر كاف. طيب رقم 8، أنا أول من شيد معابد الشمس المكشوفة في أبيصير، برضو الملك أوسر كاف. طيب رقم 9، أنا آخر ملوك الأسرة الخمسة. مين هو كان آخر ملوك الأسرة الخمسة؟ الملك أوناس. طيب رقم 10، أنا أول ملك دونت النصوص الدينية على جدران الأهرام، فاكرين؟ الملك أوناس برضو. طيب رقم 11، أنا رحالة مصري قمت بعدة كشوف جغرافية لإفريقيا في عصر الدولة القديمة. مين اللي عمل كده؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه حر خوف، الرحالة المصري حر خوف. طيب رقم 12، أنا ملك من ملوك الأسرة السادسة، ضعف في عهدي سلطة الحكومة المركزية. كان ملك مين ده؟ الملك بيبي الثاني اللي آخر واحد في ملوك الأسرة الستة، حصل ضعف في نهاية عهده. طيب تعالوا بقى نبدأ ندخل على أهم الأسئلة اللي هي أسئلة بما تفسر. رقم 1 فيه بيقول سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام. إيه السبب تسميته بعصر بناة الأهرام؟ هنقول بسبب اهتمام ملوك هذا العصر ببناء مقابرهم على شكل أهرامات. يبقى تاني، ليه سموا عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام؟ هنقول بسبب اهتمام ملوك هذا العصر ببناء مقابرهم على شكل أهرامات. طيب رقم 2 عندنا بيقول يعد العصر العتيق عصر البناء والتأسيس. السؤال ده حلو جدا ومهم. ليه هو العصر العتيق بنقول عليه عصر البناء والتأسيس؟ هنقول لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر لمملكتي الشمال والجنوب وتأسيس عاصمة مصر الموحدة اللي هي اسمها من نفر. يبقى تاني كده يقول إعدادي، يعد العصر العتيق عصر البناء والتأسيس. ليه؟ لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر لمملكتي الشمال والجنوب وتأسيس عاصمة مصر الموحدة من نفر. طيب رقم 3 عندي بيقول قيام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية. حد فيكم فاكر هم عملوا كده ليه؟ قلنا ساعتها لاعتقادهم في قدسية الملك. يبقى تاني، قيام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية. ليه؟ لاعتقادهم في قدسية الملك. طيب رقم 4، عرف هرم سقارة، عرف هرم سقارة بالهرم المدرج. ليه؟ لأنه بيتكون من 6 مصاطب مختلفة الحجم، يعني مدرج، واحدة أكبر من واحدة وهكذا لحد ما عمل لي شكل الهرم المدرج. يبقى عرف هرم سقارة بالهرم المدرج. ليه؟ لأنه يتكون من 6 مصاطب مختلفة الحجم يعني مدرجة. طيب رقم 5، لقب الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب. ايه السبب اللي خلاهم يلقبوه بكده؟ لانه كان ملكا عظيما عادلا في رعايته. تاني، لانه كان ملكا عظيما عادلا في رعايته. طيب رقم 6، ارسال الملك سنفرو اسطولا بحريا لفينيقيا. ليه بعت اسطول بحري لفينيقيا؟
لإحضار خشب شجر الأرز، عشان يجيب من هناك خشب شجر الأرز. طيب رقم 7 عندي سقوط الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة. إيه سبب سقوط الأسرة الرابعة؟ هنقول إيه؟ بسبب ازدياد نفوذ كهنة الإله رع أواخر الأسرة الرابعة، حتى وصل كبيرهم اللي هو اسمه أوسر كاف للحكم وأسس الأسرة الخمس. يبقى تاني، إيه سبب سقوط الأسرة الرابعة؟ هنقول بسبب ازدياد نفوذ كهنة الإله رع أواخر الأسرة الرابعة، حتى وصل كبيرهم أوسر كاف للحكم وأسس الأسرة الخمس. طيب رقم 8 عندنا أهمية نصوص الأهرام. حد فيكم فاكرها؟ هي ليها مهمة. ايه هي أهميتها؟ هنقول لأن هي أمدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. يعني احنا عرفنا من خلالها حاجات كتيرة جدا عن المصريين القدماء. يبقى تاني، ايه أهمية نصوص الأهرام؟ هنقول أمدتنا بالكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. طيب آخر سؤال عندي في بما تفسر ضعف وسقوط الدولة القديمة. إيه سبب ضعف وسقوط الدولة القديمة؟ 4 أسباب. رقم 1 بسبب ضعف السلطة المركزية. 2 ازدياد نفوذ حكام الأقاليم. 3 توقف الحكومة عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية. 4 زيادة الأعباء على الفلاح المصري. تاني سبب سقوط الدولة القديمة 4 أسباب: بسبب ضعف السلطة المركزية، وازدياد نفوذ حكام الأقاليم، وتوقف الحكومة عن تنفيذ المشروعات الاقتصادية، وزيادة الأعباء على الفلاح المصري. طيب تعالوا بعد كده ندخل على سؤال ما النتائج المترتبة على، وده برضو من الأسئلة المهمة. رقم 1 فيه بيقول إيه؟ اهتمام ملوك العصر العتيق بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. إيه النتائج اللي ترتبط على كده؟ ان ملوك العصر العتيق ده اهتموا ان هم يأمنوا حدود مصر وبنوا حصون كتير جدا. ده ادى الى ايه؟ ادى الى تحقيق الاستقرار والامن. يبقى ما النتائج اللي ترتبط يا اولى اعدادي على بناء الحصون في العصر العتيق؟ ادى ذلك الى تحقيق الاستقرار والامن. طيب رقم 2 عندي زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر الأسرة الرابعة. ما زادت نفوذهم ومكانتهم أدى ذلك إلى إيه؟ أدى ذلك لسقوط الأسرة الرابعة ووصول أوسر كاف للحكم وأسس كمان الأسرة الخمس. يبقى لما زادت نفوذهم إيه اللي حصل؟ أدى لسقوط الأسرة الرابعة ووصول أوسر كاف للحكم وأسس الأسرة الخمس. طيب رقم 3 ضعف سلطة الملك بيبي الثاني أواخر عصر الدولة القديمة. أدى ذلك إلى إيه؟ هنقول أدى ذلك إلى تدهور أحوال مصر وعامة الفوضى وسقوط الدولة القديمة. تاني كده احنا عارفين إن في عهد الملك بيبي الثاني اللي هي أواخر عصر الدولة القديمة حصل ضعف. طيب ده أدى إلى إيه؟ أدى لتدهور أحوال مصر وعامة الفوضى وسقوط الدولة القديمة. طيب رقم 4 عندي ما النتائج اللي ترتبط على تعرض مصر لعصر الإضمحلال الأول؟ تعرضت هنا البلاد للانقسامات والغارات الخارجية وتوقف عجلة البناء والتطور الحضاري. يبقى تاني كده تعرضت مصر لعصر الإضمحلال الأول إلى إيه؟ إلى انقسامات وغارات خارجية وتوقف عجلة البناء والتطور الحضاري. طيب آخر سؤال عندي في ما النتائج هو ظهور الأسرة 11 في مصر القديمة. أدى ذلك إلى إيه؟ أدى ذلك إلى إعادة مصر وحدتها. مصر إعادت تاني وحدتها وبدأ عصر جديد تماما من النهضة والتقدم وهو عصر الدولة الحديثة. يبقى تاني كده مع بعض ما النتائج اللي ترتبط على ظهور الأسرة 11 في مصر القديمة؟ هنقول إيه؟ أعادت لمصر وحدتها وبدأ عصر جديد من النهضة والتقدم وهو عصر الدولة الوسطى. دي كانت أهم الأسئلة على الدرس الأول من الوحدة الثانية.